اليوم نتحدث عن أزواج النبي محمد صلى الله عليه وأولاده، لنعلم أن حياته الأسرية لم تكن شأنا خاصا، بل كانت جزءا من رسالته العظيمة، قامت على الحكمة والرحمة والعدل، وكانت بيوته وعليه وسلم مدارس للأخلاق وقدوة للأمة في بناء الأسرة على الإيمان وحسن المعاشرة. نساء النبي محمد صلى الله وأبناؤه منهن سيرة أسرة نبوية وحكمة رسالة. لم تكن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسرية شأنا خاصا، بل كانت جزءا من الرسالة والتشريع والرحمة، فجاءت زيجاته وما نتج عنها من ذرية صورة إنسانية سامية تجمع بين الحب والصبر والقدوة. أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مكانتها أول زوجاته وأحبهن إليه، ولم يتزوج عليها في حياتها. الأبناء منها القاسم وبه كان يكنى صلى الله عليه، عبد الله ويقال له الطيب أو الطاهر، زينب، رقية، كلثوم، فاطمة. جميع أبنائه الذكور توفوا صغارا، وبناته الأربع أدركن الإسلام. سودة بنت زمعة رضي الله عنها. سبب الزواج إيواء أرملة مؤمنة. الأبناء لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها مكانتها أحب زوجاته بعد خديجة وأعلم نساء الأمة. الأبناء لم تنجب. حفصة بنت عمر رضي الله عنها. سبب الزواج تكريم عمر بن الخطاب وربط الأسر المؤمنة. الأبناء لم تنجب. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها لقبها المساكين. الأبناء لم تنجب. سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها مكانتها من أعقل وأحكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الأبناء لم تنجب وكان لها أولاد من زوجها السابق. زينب بنت جحش رضي الله عنها سبب الزواج تشريع إلهي لإبطال عادة التبني. الأبناء لم تنجب. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سبب الزواج كان سببا في عتق قومها وإسلامهم. الأبناء لم تنجب. حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها سبب الزواج جبر خاطر مهاجرة مؤمنة. الأبناء لم تنجب. صفية بنت حيي رضي الله عنها سبب الزواج إزالة الأحقاد وربط القلوب. الأبناء لم تنجب.